السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. الفيديو النهاردة كده حاجة سريعة كده. عملنا الكفتة مشوية في الفرن. طلعت حلوة قوي وسهلة وتتعمل بسرعة، أهم حاجة يعني تنجز للوقت لو مفيش شواية. عملتها بالمقوار بتاع المحشي وطلعت تحفة بجد، ومقادير واضافات متوفرة وطريقة مفيش اسهل من كده. ازاي لو عندك عزومة هتنجزي بسرعة، وازاي الكفتة هتتماسك معاكي وما تفكش خالص. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي وبسرعة. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبك الفيديو دوس لايك عشان يوصلك كل جديد. نسمي الله. ده عندنا كانت لحمة كانت عندي في التلاجة مش مفرومة، فطلعتها وفرمتها في الكبة. ده كان حوالي يعني تقريبا كده اكتر من نص كيلو او كيلو الا ربع لحمة. تمام. جبت هنا البصلة، قطعتها قطع صغيرة او بشرتها من المبشرة وصفيتها كده زي ما انتم شايفين بالمصفى. المهم ما يبقاش فيها ميه خالص، مهم قوي ما نسيبش الميه بتاعتها كده في البصله مع الكفته، علشان دي الحاجه اللي ممكن تخليها تفك معاكي. تمام كده. حطينا البصله بعد ما طلعنا منها الميه. حطينا توم مفروم. تمام. وده الخضره بتاعتنا شبت، كزبره، بقدونس. تمام على حسب ما عندك. دي مقادير اساسيه عندك. فلفل، قرن فلفل او قرنين فلفل بتحطيهم. دي البهارات بتاعتنا. بهارات مش كتير، ملح، فلفل اسود، شويه بابريكا، وبهارات لحمه، وحاجه بسيطه من جوز الطيب. تمام. دي انا حطيت هنا هريسه الشطه وشويه صغيرين من البيكنج صودا. ده عندنا بقسماط مفروم، حط منه شويه، او لو مفيش بقسماط مفروم ممكن لو عندك عيش ناشف ممكن تفرميه في الكبه كده. بيبقى بديل للبقسماط. تمام. ده برضو الحاجات دي هتخليه يعني تخلي اللحمه تمسك اكتر. تمام. والبهارات مش بنحب ان احنا يعني نحط فيها بهارات كتير عشان يبقى طعم اللحمه باين فيها. دي كده بس الاضافات بتاعتنا. المهم بقى هنعملها قوي، نعجنها قوي يعني كده بايدينا زي ما انتم شايفين كده، او نقلبها كويس قوي مع البهارات بتاعتها. تمام كده. هنا اللحمة انا كنت عملتها في الكبة، فكانت تقريبا يعني خشنة شوية غير في المفرمة التانية. تمام. المهم ان احنا نتأكد ان كل البهارات امتزجت فيها. وبحب انا بقى اجرب اخد حتة صغيرة كده، جربتها في طاسة صغيرة عشان اتأكد من البهارات انها مش ناقصة ملح او كده. هنا حطيت هنا عليها تاني معلقة صلصة تدي لها نكهة اكتر، وحطيت لها شوية فلفل اسود. تمام. تاني بعد ما جربتها يعني. تمام. يعني بناخد حتى لو مثلا خايفة تطلع معاكي ان لسه تكون مش عارفة تكون حادقة او لسه ما اتحدقتش زي ما انت عايزاها، بتاخدي حته صغيره وتجربيها في الطاسه كده على النار وتدوقيها، شوفيها عايزه تاني بهارات او ملح او فلفل اسود ولا لا. هنا بقى جبت المقوار بتاع المحشي. تمام. نتصرف كده طبعا. ورحت مصبعاها كده عليه. تمام. وبعوز ايدي بميه البصل جنبي كده في الناحيه التانية. تمام. وتظبطيها كده بالطريقه دي كده على المقوار، وتطلعيها تحطيها في الصينيه. في الاثناء طبعا بنكون مولعه الفرن عشان يسخن، عشان تخلصيها وتحطيها في الفرن على طول. لو مستعجله طبعا. لو مش مستعجله الافضل انك تسيبيها بقى في التلاجة شويه، يعني حوالي نص ساعه او ساعه لو مش مستعجله. مفيش مشكله لو حطيتيها في الفرن على طول، طالما انتي مظبطاها كده وخلاص فبتحطيها على طول في الفرن. تمام. شايفين بقى هي دي الطريقه اللي انا عملتها بيها. جبت المقوره
وبقيت ايه عايزه يعني ايه اظبطها بيها. بحب عشان المهم تبقى فيها فراغ من جوه عشان تستوي بسرعه. يعني لو صبعتيها من غير سيخ او من غير حاجه زي ما انتوا شايفين كده، تكون حاجه يعني مفرغاها من جوه، مش هتستوي بسرعه او هتبقى مكتومه، ومش ممكن ما تبقى نيه وما تبقاش مستويه كامله السوا من داخلها يعني او من جوه. تمام. فالمهم قوي ان احنا بنصبحها على اي حاجه كده. تمام. اي حاجه عندك، معلقه او اي حاجه رفيعه كده زي السيخ، لو مفيش سيخ تمام بتصبي عليها كده، وبتطلعيها بالراحه وترصي على الصينيه كده. بيبقى فيه الفراغ جوه، فهتستوي تتاكدي بقى ان هيبقى فيها ايه، هتبقى فيها هواء وسخنه هيسويها من داخلها. تمام. دي الطريقه. انا حاطه هنا شويه ميه البصل بعوز بيهم ايدي كده، وانا بايه وانا بصبع اللحمه اهو بالطريقه دي كده اهو. شايفين حاجه يعني في سهله جدا ولا اسهل من كده. طبعا كلنا عندنا مقوار المحشي نجيبه ونصبع بيه. وهنا كده بعد ما صبعتهم كلهم كده بالطريقه دي كده في الصينيه، اي صينيه عندك بتجيبيها وبتحطي فيها. تمام. انا كنت دهنه الصينيه كده ماده دهنيه خفيفه كده من تحت، يعني شويه زيت صغيرين كده بتدهنيهم كده من تحت بس قبل ما ترصيهم. كده كده برضو هتصفي الدهون بتاعتها في الصينيه. شايفين. بعد كده بقى هدخلها في الفرن على درجه حراره 280. وبعد كده هنا بقى ايه في الاخر بقى ايه، يعني ناخد بالنا منها، نقعد نقلبها كل شويه وهي في النار. تمام. تاخد بس وشوش كده تتحمر كده، وتبقي مشغله الشوايه بتاعتها في الفرن. تمام. في الاخر بقى كده لما تستوي يعني تقعد تسيبيها على حوالي ساعه. تمام. انا حطيت هنا حته فحمه صغيره كده في الاخر في قلب الصينيه كده في النص كده، وتغطيها 10 دقايق كده بس ايه تعمل ريحه فحم فيها كده. ده لو عندك، يعني ما عندكيش مفيش مشكله. طبعا شايفين المنظر رهيب كده، وكانت شكلها جميل، وكانت طعمها حلو قوي، وسهله، واحلى حاجه فيها ان انتي بتنجزيها في الفرن بسرعه. بتحطي الخلطه بسرعه وتصبعيها وتيجي مدخلها في الفرن، يعني مفيش اسهل من كده. حلوه قوي، بتنجزلك لو في عزومه بتحطي جنب، في عزومه يعني سواء طبق اساسي او طبق جانبي مع حاجات تانية. اوكي. هنا بقى طبعا شايفين المنظر، انا نقلتها هنا كده في طبق على شويه خضره. شايفين من جوه كانت عامله ازاي، ومش عايزه اقول لكم كان طعمها رهيب جدا. باي باي.